ركز في الفيديو ده وصلي على النبي عشان مهم وخطير. يا رب يجعل ايامك كلها فرح وسعاده. يلا تشارك الفيديو وتصلي على النبي ويجعلك سعيد الدري. تعال اسمع من اخوك. شايف المنظر العجيب الغريب ده؟ واحد عمال يعمل في كلب وعمال يا عم بتعمل ايه؟ ما تسيبه ودع الملك للمالك. واي نعم يعني مش عارف. واحد يقول لك يا عم ده كلب اضرب فيه لون فيه. هذه المشكله، دي الكارثه، ان احنا بنستهون او بنستهتر بحاجه بسيطه جدا. فاهمني؟ والله العظيم كارثه. يجي يضرب كلب من غير سبب، يموت كلب من غير سبب، ويرجع يقول لك اصل انا حياتي دمار، اصل ما اعرفش ايه اللي حصل. طب ما انت يا حزين عمال اذيه في الحيوانات. الحيوانات دي تشعر وتحس. الجمل البعير شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحبه بيشيله فوق طاقته ويحط له اكل بسيط، وقال البعير يشتكي منه، فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا سيدي بلاش تحط له اكل ولا بتاع، سيبه ياكل من خشاش الله، بلاش تعذبه. عمال تدهن فيه وتصور، وان كان فيه بشوف مناظر رهيبه بس ما ينفعش اعرضها عشان ما الدنيا ما تنجفلش. فاهمني؟ فحبيت ان انا اجيب حاجه بسيطه كده. شارك الفيديو وصلي على النبي عشان غيرك يستفيد والخير يعم. فمشكله. وسيدنا النبي اخبرنا بذلك، قال هناك امراه حبست هره، لا اطعمتها ولا سقتها، ضيقت منها، خدت منها ورك فرخه بتاع. في ناس كده، في ناس بتخانق دبان وشها. انا عارفكم بقى، عارفكم. ارجعوا توبوا الى الله وكتروا من الاستغفار. والله العظيم احنا لسه هنا في الامتحان ودار دار الاختبار. خدت ورك الفرخه، خدت مشط سمك، والله لا موريك هسمك، وهي ما عملتش حاجه، هي جعانه. لو رمتي لها طيب خاطر الشوك مع هتبهدل. ويعني خدت سمك يا ست، يعني لك عند الله اجر. سيدنا النبي قال ما يصاب المؤمن بشوكه الا وكفرت عنه سيئات. يا الله، تخيل لما تكون حيوان جعان وخد سمكه، ما لك اجر في ذلك. فمشكله كبيره، كارثه. حبست القطه وسبتها من غير اكل وشرب، عذابه لحد ما مات. لا هي اطعمتها ولا هي سبتها تاكل من خشاش الارض. مصيبه، كارثه. فمشكله. يرجع لك اصل انا حياتي دمار. يا حزين يومك، ما انت عمال تاذي في الحيوانات وتاذي في الناس وتاذي ده، انت تاذي في البشر وتاذي في الحيوانات. انت جنسك ايه بس؟ لو شفتك هبوسك. ماشي، صلي على النبي. فمشكله. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حيوان زي كده ممكن ترحمه، او ممكن حيوان تاكله وتشربه يقوم ربنا يفتح لك الابواب المغلقه. والله انت متخيل؟ حاجه بسيطه حسنه. ممكن يكون حيوان برضو. ذكر سيدنا النبي ان في امراه سجت كلب ودخلت ربنا غفر لها ذنوبها. مش عارفين، كان داخل الجنه غفر لها سبحانه. كانت بغي والعياذ بالله، يعني تبيع جسدها فرحمه ربنا واسعه. فتلاقي حيوان جعان، يا سيدي لو تقدر تساعده وتحط له اكل ساعده. فاهمني؟ ما تضروش، لكن انت لا عايز تاكله ولا عايز تشربه ولا عايز تبعد عنه. انت ايه يا عم؟ انت عايز تنخبط بالروسيه؟ ماشي، لو ما رجعتش اخبطك بالروسيه، انا دماغي ناشفه.